السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا النهارده هنعمل مع بعض البانيه بطريقه المحلات. البانيه المقرمش عباره عن ان احنا هنجيبه نص كيلو من البانيه، كوبايه لبن، معلقتين صويا صوص، بهارات ملح فلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل باودر، وكوبايتين من الدقيق، كل كوبايه في طبق عشان ليها استعمال، ومعانا نص كوبايه من اللبن تاني، وبيضه، ونفس البهارات اللي قلتلكوا عليها، وكوباية مية صغيرة. هناخد دلوقتي كوباية اللبن وهحطها على البانيه، وهاخد معلقتين الصويا واحطهم، وهحط مقدار البهارات كلها اللي انا قلتلكوا عليها، اللي هي عبارة عن ملح، فلفل اسود، وبابريكا، وتوم باودر، وبصل باودر، وجنزبيل. وهقلبها كويس قوي في الخلطة دي، وهسيبها ان هي تتبل حلو قوي في التلاجة. تمام. انا كده خلاص تمام كده، حطيتها تمام، وهحطها في التلاجة. وهبتدي اخد الجزء اللي انا هعمل منه التتبيلة الحلوة اللي هحطها في البانيه. عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص كوباية من اللبن، على كوباية من الدقيق، ونص مقدار البهارات دي انا هضيفها، عشان النص التاني انا هكمل بيه بقية كوباية الدقيق اللي في الطبق التاني. هحط بيضة وهقلبها كويس معاها، ولو هلاقيها ان هي هتحتاج شوية لبن تاني هحط لها، لان انا عايزاها تكون انسيابية كده، مش عايزاها تكون تقيلة. تمام. وهقلبها كويس قوي وهركنها على جنب، وابتدي اشتغل في الطبق التاني اللي فيه كوباية الدقيق. الطبق التاني بقى اللي فيه كوباية الدقيق دي بقى اللي هتديك القرمشة، نفس المحلات بالظبط اللي بتعملها. هناخد كوباية الدقيق واحط عليها بقية البهارات، وهقلبها كويس قوي، وهاخد شوية مية صغيرين. هبتدي اخد بايدي كده واوزعهم، وبالمعلقة ابتدي اقلبها. ليه؟ لان انا عايزة اعمل كتل صغيرة من الدقيق، عشان هي دي اللي هتديني القرمشة لما اجي اقلي البانيه. تمام. هفضل اعمل كده، واحط الميه بايدي، واقلب تاني في الدقيق لغايه ما الاقيه ان هو عمل لي الكتل اللي انتوا شايفينها دي. دلوقتي بعد ما انا كنت حاطه البانيه اللي انا تبلته في التلاجة، هبتدي ان انا اطلعه واجيب حته كده واحطها في الدقيق الاول. تمام. بعد ما احطها في الدقيق من الجنبين كده، هاخدها واحطها في التتبيله اللي فيها البيض اللي احنا عملناها. بس اهم حاجة ان انا لما احطها في تتبيلة البيض دي ارفعها شوية كده، عشان النقط اللي هتنزل منها عايزاها تنزل في البيض، مش عايزاها تنزل في الدقيق اللي انا عاملاه، علشان انا عامله له المية يعني في شكل الكتل دي، انا مش عايزاها تتكتل اكتر من كده. تمام. هاخدها واحطها فيها، بس اهم حاجة ان انتوا ما تتكوش عليها، يعني ما تبططيهاش، بمعنى اصح سيبيها كده منكوشة زي ما هي. تمام. ده بيبقى الشكل بتاعها، شايفة؟ بتبقى شبه المحلات بالظبط. هاخدها واحطها في التلاجة شوية، وبعد كده هبتدي ان انا اقليها. هنا سخنت الزيت، وهبتدي ان انا اخد واحدة واحدة في الطاسة واحطها، مش هستعجل عليها واحط كتير، عشان انا مش عايزاهم يلزقوا في بعض، انا عايزة اطلعها زي بتاعة المحلات. تمام. هنا طلعت معايا البانيه، وجبت بصل قطعته شرايح، وطماطم، وفلفل، ومعايا الجبنة الشيدر دي. هحط في العيش الكايزر، هاخد البصل واحطه شرايح حلقات، وبعد كده هاخد شريحة طماطم وهحطها، وهاخد شريحة من البانيه المقرمش زي بتاع المحلات. ولما هتجربيه بنفس الطريقة دي هتلاقي فعلا نفس الطعم ونفس القرمشة بالظبط بتاعت المحلات، وان شاء الله هيعجبك. هاخد بعد كده قطعة الجبنة والفلفل، واحطها عليها وهي سخنة بتسيح طبعا، بتبقى طعمها رهيب. وبكده ده بيبقى الشكل النهائي للساندوتش زي المحلات بالظبط. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة، وتكتبوا لي في تعليقاتكم، وما تنسوش تعملوا اللايك.